عاوزه اتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي ان انت مثلا دلوقتي عندك تراكمات كتيره جدا، ما بداتش اصلا منهج ثانويه عامه وما عادش غير 4 شهور، فشايف ان الوضع مستحيل انك تلم المنهج، ومثلا بتفكر تاجل السنه. فدلوقتي طبعا اللي بدأ من اول السنه، وربنا مش هيزود باللي بدأ من اول السنه، ده اللي بادئين بقى لهم 6 شهور، ودلوقتي ما عادش غير 4 شهور، فانت مش هتعرف تلم المنهج، والكلام اللي بيجي في دماغنا ده كله. عاوزه اقول لك ان والله العظيم والله العظيم يمين اتحاسب عليك قدام ربنا، ال4 شهور الجايين لو قفلت على نفسك وعملت الكلام اللي هقوله لك في الفيديو بتاع النهارده، والله ان شاء الله هتعدي 90%. طبعا حد بيسمع الكلام ده دلوقتي، حد هيذاكر 4 شهور ويعدي 90%؟ ما انا اقول لك، هي مش مساله وقت. منهج ثانويه عامه مش باللي بدا الاول واللي بدا متاخر، ولا اللي معرفش عمل ايه، واللي حل 2000 كتاب في الماده الفلانيه، واللي كان ما معرفش. لا، المساله رقم واحد توفيق من ربنا. ربنا لو وفقك وعمل، لو بذلت اقصى ما عندك في الاسبوع اللي قبل الامتحان، بس مش معنى كده انك هتروح تذاكر في الاسبوع اللي قبل الامتحان، بس لو بذلت اقصى ما عندك وندمت دلوقتي ان على الشهور اللي عدت، وان انت عايز تتغير وتبدا صفحه جديده مع ربنا وتصلح علاقتك بربنا، رقم واحد تصلح علاقتك بربنا، وخلاص عزمت النية انك تذاكر لثانوية عامة، فوالله العظيم ان شاء الله تجيب مجموع في ثانوية عامة. اصل هم كلهم 4 شهور، انت لو ما جيتش على نفسك ال4 شهور دول واتحملت عشان مستقبلك، هتعمل ايه؟ هتعيش باقي حياتك في ندم وحسرة انك ما ذاكرتش ال4 شهور دول، وانك استهترت بيهم، وانك مثلا لو كنت بدأت ال4 شهور دول وذاكرت بجد كنت ممكن تجيب مجموع. انما انت طالما استهترت، وان انت مثلا ده 4 شهور هلحق اعمل فيهم ايه، وقعدت تبكي على اللبن المسكوب اللي انت ضيعت ال6 شهور اللي فاتوا، فانت تفضل واقف مكانك، وبعد ثانوية عامة زمايلك هيجيبوا مجموع ويكونوا فرحانين ويفرحوا اهلهم، وانت قاعد تعيط واهلك قاعدين زعلانين، واللي بيجيلكوا خلاص بقى حصل خير. ثانوية عامة مش نهاية العالم، مش نهاية الكوكب، بس هي صدقني هي نهاية العالم ونهاية الكوكب في الوقت ده بالنسبة لك، لأن ده أول هدف وأول حلم أنت حطيته لنفسك ومعرفتش تحققه، وعشان تحط هدف تاني ليك بعد ثانوية عامة صعبة جدا. صدقني سيبك اللي هو احنا بنبارك لكم كلكم وانكم شاطرين كلكم، بس صدقني المدرسين اصلا لما بييجوا يباركوا لحد بيباركوا الاوائل، بيباركوا اللي جاب مجموع كويس، مش معنى اللي الباقي فاشل. ولكن في اللحظه دي انت انتصرت، انت بجد دخلت معركة وحرب وطلعت سليم منها وناجح وفرح وفرحان ومفرح اهلك، وحققت حلمك وحققت اول هدف ليك في الحياة. بعدها لو ما حققتوش مش هتعرف تعمل موفن، ومش هتعرف تحط هدف جديد، ولو حطيت هدف جديد اول هدف هتحطه هيبقى صعب، ويبقى عندك دايما حته الشك. طب افرض انا فشلت، ده انا فشلت في اول حاجه حطيتها في حياتي، طب افرض ما حققتش اللي انا عاوزه. صدقني كل الكلام ده هيجي في دماغك وهتندم جدا جدا لو ما استغلتش ال4 شهور الجايين دول. انا عارفه ان دلوقتي هشد عليك في الكلام، او ان انا شديت عليك في الكلام، بس صدقني انا عاوزه مصلحتك، انا بكلمكم زي اختكم الكبيره والله، وعايزه مصلحتكم، وعاوزاكم تكونوا كويسين، مش عاوزاكم تندموا ولا تمروا بتجربه وحشه في ثانويه عامه. ثانويه عامه مش نهايه العالم وكل الكلام ده، بس صدقني صعبه، صعبه انك ما تجيبش مجموع، صعبه انك ما تفرحش اهلك. طب اهلك دول ذنبهم ان هم ما يشوفكش جايب مجموع؟ اهلك ذنبهم ايه يفضلوا كل الناس جيرانكوا او قرايبكوا جايبين مجموع كويس وانت مش جايب مجموع كويس؟ انت قاعد مثلا يعني جايب مجموع وحش، اهلك يبقى ودعهم دلوقتي اي كليه تدخلها وخلاص، بدل ما يبقوا فرحانين وابنهم ورفعت راسهم وفرحتهم. وصدقني فرحه ثانويه عامه دي مش زي اي فرحه بعدين، حتى لو جبت امتيازات في الكليه مش هتبقى زي فرحه ثانويه عامه واهلك بيستنوه. طب هيبقى ايه؟ دكتور، مهندس، مترجم، اي يعني الكليه اللي انت عايزها. ومش شرط على فكره الكليه اللي انت عاوزها تبقى طب وهندسه، لا، الكليه اللي انت عايزها اي حاجه، اي كليه انت عاوزها وبتسعى ليها، ده حلم وده هدف، ودي الحاجه الوحيده اللي هتفرحك وتفرح اهلك. الكليات مش بالقمه، اي حد يقولك الكليه دي قمه والكليه دي معرفش ايه، مجتمع عقيم هو اللي محدد الحاجات دي، ولكن مفيش كليه قمه. الكليه اللي انت عايزها هي الكليه القمه، وهي الكليه اللي تنجح فيها وهتبقى احسن واحد فيها. فحط هدفك من دلوقتي وغير حياتك، غير حياتك في ال4 شهور الجايين دول. ال4 شهور الجايين دول اقسم بالله قادرين يغيروا حياتك ومستواك في ثانويه عامه تماما، وتحقق حلمك وتحقق مستوى، وتحقق حلمك وتحقق كل اللي بتحلم بيه. ودلوقتي هنتكلم هتعمل ايه في الشهر اللي قبل رمضان ان شاء الله، وازاي اصلا تستغل ال4 شهور الجايين دول وتحط خطه ل4 شهور الجايين، مش بس لمجرد شهر 2 او لشهر رمضان. دلوقتي هنتفق سوا ازاي نعمل خطه لكل الشهور الجايه ان شاء الله وتطلع باحسن نتيجه. تابعوا الفيديو للاخر.